بقاو بالرجوع بقاو بالرجوع. رجعوا اللور رجعوا اللور رجعوا اللور الدراري. بداو بالرجوع الدراري. C'était une obligation. Le programme industriel, on a même la pression actuelle sur le port de Safi, donc pour faire passer donc, le tonnage additionnel produit soit passé de 3 à 23. De 3 à 23. 2027. Exactement. Donc c'est un port qui est déclaré conforme au code ISPS. Le démarrage de l'exploitation vers 2020. Donc on a également le port de Safi-Ville. C'est un port multidisciplinaire, donc multifonction. اولا كنبغي نشكر يعني الجرائد الالكترونيه او الصحفيه اللي حاليا يعني كاينه معنا من اجل النقل، يعني كما قلت سابقا يعني هذا الحدث اليوم اللي كيتعلق بالزياره ديال السيد والي جهه مراكش للاطلاع على المنطقه الصناعيه والمشاريع اللي غيتم التوطين ديالها على مستوى الجامعه. واليوم ما علينا الا نكونوا فرحانين بالنسبه للاقليم، لان كي قال السي عبد الله وكي قلت انا في يعني في الاخوان اللي سبقوكم، فالمشروع ديال لو سي بي اللي شرحتونا ونشرحوا لكم اللي كيتعلق ب يعني بناء ديال وحدات التخزين على مستوى الجامعه على مساحه كتمتد ب 2390 هكتار، والمساحه الاجماليه اللي غيتم التوطين فيها واحد المجموعه ديال المشاريع اللي كتعلق من طبيعه الحال بمجمع شريف فوسفات هي 2370 هكتار. هاد المشاكل اللي كانت كتعلق من طبيعه الحال باش نوفروا هذه المساحات من اجل التوطين ديال هذه المشاريع فكلها جات في اطار يعني نزع ملكيه، وكان واحد التعاون كبير من طرف السيد عامل الاقليم، لان وضعنا واحد الاثمنه تحفيزيه من اجل تحفيز يعني الملاكين لبيع اراضي ديالهم في اطار يعني في اطار التراضي من طبيعه الحال، بالاضافه للتعويض عن الاضرار السطحيه اللي كانت يعني اثمنه يعني اكثر من مشجعه. وبالفعل يعني بفضل التعاون ديال جميع الاجهزه على مستوى الاقليم ومؤسسات على مستوى الاقليم استطعنا اليوم باش نوفروا واحد المساحات اللي مهمه من اجل بناء هذا المجمع او يعني هذه الوحدات ديال التخزين اللي غادي من المتوقع انها توفر ازيد من 5700 منصب شغل غير قار او مؤقت اثناء مرحله ديال الاشغال او البناء، مع من طبيعه الحال مع بدايه الاستغلال فغادي تتوفر يعني 1080 منصب قار. وهذا الرقم ماشي سهل، لان يعني المحطه الحراريه والمشروع ديال المحطه الحراريه دازت فيه يعني في الفتره ديال الاشغال 3700 فتحت لنا واحد 3700 منصب شغل. وشفنا الحركيه والديناميه الاقتصاديه اللي عرفتها الاقليم في هذيك الفتره بالضبط اثناء عندي يعني هذا الرقم بحال غيتضاعف بالنسبه لهذا المشروع. بطبيعه الحال غيزيد يجلب لنا مشاريع اخرى واستثمارات اخرى بالنسبه للاقليم. وبهذه المناسبه كنبغي نشكر السيد الوالي على القدوم ديالو والجامعه من اجل يعني معاينه المنطقه الصناعيه، ومن طبيعه الحال ما نساوش المسانده والدعم ديال السيد والي السيد رئيس مجلس جهه مراكش اسفي، والدعم الكبير والقوي اللي ما غيتنساش وغيبقى دائما بالنسبه لنا حنا في ولاد السمان اللي ما غينساوش يعني اجيال، اللي هو الدعم ديال السيد عامل الاقليم اسفي. شكرا لك. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.